السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ النهاردة هعمل لكم وصفة خطيرة ورهيبة وجميلة جدا، هتحبيها قوي انت والولاد، ووصفة جديدة. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا بقى هعمل النهاردة مربى جوافة جميلة قوي، حلوة وطعمها لذيذ قوي. انا جبت 5 كيلو من الجوافة وغسلتها وشلت منها البذر اللي جواها، وقطعتها تقطيع صغير كده، تقطيع صغير خالص. هحتاج عليها ايه بقى؟ 3 كوبايات من السكر، وهحط كمان 5 عيدان من القرنفل، واقلبهم بقى كلهم في بعض، واسيبها ربع ساعة كده على جنب لحد ما الجوافة بتاعتي مع السكر تنزل المية بتاعتها معايا. اهيت انا سبتها معايا ربع ساعة، شايفين نزلت المية بتاعتها ازاي؟ شايفين؟ انا بقى مش هحط لها مية خالص، المية ديت هي اللي هتسويها معايا. هاخدها بقى على نار هادية واغطيها واسيبها معايا حوالي كده ربع ساعة تانيين، وبعد كده افضل اقلب فيه. اهيت بعد ربع ساعة اكون بقى مجهزة معايا ليمونية واعصرها عليها علشان ما تسمرش معايا المربى بتاعتي وتحتفظ بلونها. كل ده وانا عاملة عليها النار ولا عالية قوي ولا واطية قوي، في الوسط بتاعها. اهي يا حبايب قلبي، شايفين؟ خلاص كده اتعملت معايا المربى. شايفين؟ شايفين اتهرت ازاي؟ هقفل عليها النار بقى واسيبها لحد ما تبرد معايا، وافضيها في البرطمانات. ده شكل المربى بتاعتي بعد ما خلصت وجهزت. والله طعمها خطير وريحتها رهيبة، فظيعة جميلة قوي. جربوها يا حبايب قلبي، ما تنسوش تعملولي لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. ويلا بينا نقول الدعاء بتاعنا: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. مع السلامة في فيديو جديد.